الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله على نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل وفضله العميم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من شكر الله تعالى على نعمه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. موضوع الخطبة بمناسبة الأمطار اللي الله تعالى كرمنا بها وشكر نعم الله سبحانه وتعالى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على وافر نعمه يزدكم، فمن سواه نشكر، ومن سواه نذكر، ومن سواه نتوب إليه ونستغفر. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أيها المؤمنون، كم من ضيق مر بالناس ولم يكشفه إلا الله، وكم من بأس نزل بهم ولم يرفعه إلا الله، وكم من بلاء ألم بهم ولم يفرجه إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. كم توسل إليه المتوسلون، وكم بكى إليه العابدون، وكم تضرع إليه الخاشعون. سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لفضلك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. عباد الله، نحن نتقلب ليلا ونهارا في كثير من النعم، وكلها منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد أمر سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه وأن يحمدوه وأن يرجعوا الفضل إليه، وإن شكر الله واجب على الجميع، كبيرا وصغيرا، ذكرا وأنثى. والشكر سبب الزيادة وطريق السعادة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر ينافي الكفر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أفضل صفات عباد الله صفة الشكر، وكيف لا؟ وقد أثنى الله تعالى على عبده نوح بأنه كان عبدا شكورا، ووصف خليله إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل لقد جعل الله تعالى الشكر الغاية من خلقه وأمره، فقال تعالى:
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما يعبده من شكره، ومن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. فقال عز وجل: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة كلها كيف يكون الحمد والشكر لله عز وجل قولا وفعلا. فقد أخذ عليه الصلاة والسلام بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وبالليل كان يقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لماذا كل هذا الجهد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول مجيبا إياها: أفلا أكون عبدا شكورا. أيها الموحدون، نعم الله عز وجل أكثر من أن تحصى، فتلك نعمه ظاهرة في كل صغير وكبير. وأعظم النعم وأكبرها نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فالحمد لله الذي هدانا له وأكرمنا به، ولا يخفى أحد تلك النعم التي يراها في أهله وأولاده وماله وممتلكاته. نعم في سمعه وبصره وقوته وصحته، يمشي على الأرض برجليه ويقضي حوائجه بلا حاجة للخلق، يأكل الطعام ويشرب الماء بلا تعب ولا ألم ولا حبس. ولو حبس الله في جسده الماء فلم يخرجه لأنفق ماله كله. فسبحان من أنعم علينا بنعمه. وصدق الله حيث قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فاتقوا الله عباد الله والزموا شكره، فبالشكر تزداد النعم. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، ما رأيتموه في الأيام الماضية أو في هذين اليومين من الأمطار لما درنا لا صلاة استسقاء ولا دعاء، هي نعمة من نعم الله علينا، هي نعمة من نعم الله. فبعد أن تكلمنا في الجمعة الماضية عن ندرة المياه وغور الآبار وجفاف السدود، وأن هناك أزمة ستعيشها الأمة، فالله عز وجل هو القادر أن يأتينا بهذا الماء. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فبعد أن كنا مجدبين مقحطين، من الله علينا فأنزل غيثا مغيثا، ولا يقدر على ذلك إلا الله القائل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا
فلولا تشكرون. بماء الغيث تحيا الأرض وتزدان ويفرح الناس به والأنعام، فهو أثر لرحمة الرحيم الرحمن. به يزيل الله تعالى يأسهم ويذهب رجزهم ويجلي همهم ويكشف كربهم ويرفع الضر عنهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. من غيثه المبارك يشربون ومن نساجه يأكلون وبه يتطهرون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، اعلموا أنكم راحلون عن دنيا الناس، فأعدوا واستعدوا وتذكروا الموت وما بعده. فأين الملوك والرؤساء المحروسون؟ أين المماليك والمرؤوسون الحارسون؟ أين الأغنياء المترفون؟ وأين الصعاليك المدقعون؟ أين الأصحاب والجيران؟ أين الآباء والأمهات؟ لقد جاءهم ما كانوا يوعدون ونحن على أثرهم غدا أو بعده راحلون. فرحم الله من ارتحل بقلبه إلى الدار الآخرة قبل أن يرتحل ببدنه. أيها المسلمون، إنه من الواجب علينا أن نشكر الله تعالى الذي ينعم علينا بهذه النعمة العظيمة التي لولاها لما كان حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فأكثروا من شكره، فهو سبحانه وتعالى يحب الشاكرين ويزيد نعمه لمن شكرها. اشكروه على نعمه بالقول والفعل، اشكروه على نعمه بالجوارح والأركان، اشكروه على نعمه في الصباح والمساء، اشكروه على نعمه في القعود والقيام. فاللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصى. نعم أحبتي الكرام، عندما نقلب في هذه الحياة التي نعيشها وفي أحوالنا نجد كثير من النعم من الله تعالى بها علينا، كثير من النعم التي يعجز الإنسان أن يحصيها. وفي المقابل بدلا أن نشكر الله على هذه النعم ونسخرها فيما يرضي الله، نجد أننا نكفر بهذه النعم. كثير هي النعم التي نتقلب فيها. أحد الصالحين أصيب بمجموعة من الأمراض، عمى البصر، مشلول الرجلين، ومر عليه رجل في خيمة وسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني كثير مما ابتلى به من خلقه. فقال لي: أنت البلاء كله نزل عليك، أعمى وزاحف وكذا، وكتحمد الله على أن الله عافاك. قال: أن الله تعالى أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. راه نعم كثيرة وإحنا ما كنحمدوش الله عز وجل. ندعي الفقر ونحن أغنياء. شي واحد كتب لخوه بغى يعاونه، قال لي: راني فقير، ما عندي حتى شي حاجة، عاوني. جاء عنده قال له: بيع لي إحدى عينيك ب1000 دينار، أعطيني عين ديالك نعطيك 1000 دينار. قال: لا يمكن. كاين شي واحد فينا يسخى بعينه اللي كيشوف بها، شحال تبغي؟ شي واحد اللي بغى يبيع العين ديالو انا نشري عنده نعطيه مليار. والله لا يستطيع احدنا يقول لك انا نبيع هذه العين هذه اللي كنشوف بها. قال لي: اعطيني غاز الصباع ديالك ب1000 دينار. قال لي: وهو كذلك. فقال لي: انت كتدعي انك فقير وعندك 2000 دينار، انا يلا حسبت لك واحده. ولهذا الصحة اللي أعطانا الله راه نعمة كبيرة. إذا أردنا أن نعرف قيمة النعم فين غادي نلقاوها، فين غادي نعرفوها؟ نجدها عند من
يفقد هذه النعم. إذا أردت أن تعرف نعمة الصحة اللي أعطاك الله تعالى، وهي كثير من الناس مغبونون في هذه النعمة، نعمة الصحة، اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى المرضى. هذا مسكين مهرس رجليه وهزها من فوق، كل عمره قبص، هذا يئن بالليل والنهار، هذا يتألم يتقلب، وانت أعطاك الله الصحة تشرب غا كاس أتاي وخبز تقول الحمد لله. هذه نعمة ما شكرنا الله عز وجل علينا. نعمة الفراغ، كثير من النعم أنعم الله تعالى بها علينا وقل شكرنا لها، وقليل من عبادي الشكور. ولهذا نشكر الله على كل حال ونحمده، فإن شكرنا الله سيزيدنا سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على خير العباد محمد بن عبد الله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن كافة الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة. اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم يا خير مسؤول ويا خير مأمول. اللهم وفق عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك الملك محمد السادس. اللهم احفظ به البلاد واقض على يديه مصلحة العباد واجعله ضدا على الفساد. اللهم البسه لباس الصحة والعافية ووفقه للخير وأعنه عليه، وقيد له بطانة صالحة للحق آمرة وللباطل ناهية. اللهم أر الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، واحفظه في ولي عهده. اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين وأد الدين عن المدينين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن مع المسلمين في فلسطين وفي بيت المقدس الذي تنتهك حرمة الأقصى، تنتهك كل يوم حرمة المسجد الأقصى. الناس يصلون الجمعة والقنابل فوق رؤوسهم، وعات هؤلاء الصهاينة في هذا المسجد فسادا، فاللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد اعتدوا وتجبروا وطغوا وعاتوا في الأرض فسادا وفي المسجد الأقصى، فاللهم جمد الدماء في عروقهم، وأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم وسدد رميهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاللهم وفقه وأعنه على ذلك، وكل من أراد